النهارده تميت 23 سنة، وعشان كده هقول سر لأول مرة أقوله. دي الصورة الوحيدة ليا مع والدتي الله يرحمها، والصورة دي أنا اللي مصورها، مش وأنا صغير لأ، وأنا كبير دلوقتي. رجعت بالزمن أحب أقولك حاجة زي كده، وخليني أقولك إزاي. لو دورت في الصور بتاعتي وأنا صغير هتلاقي صور كتير، بس هي دي الصورة الوحيدة ليا مع ماما الله يرحمها. يعني ممكن في حد كان عارف حاجة وعلشان كده صورنا الصورة دي مثلا. بتسأل طبعا طب أنا رجعت إزاي؟ اللي يعرفني من بدري عارف إني مهتم بالعلوم والابتكارات من وأنا صغير، لحد ما وصلت عندي 16 سنة كنت متكرم أول جمهورية في مسابقة المخترع الصغير، فأكيد وصلت دلوقتي لطريقة ما إن أنا أرجع بيها. جميل جدا. طب لو رجعت ليه ما غيرتش حاجة في الماضي؟ ليه ما منعتش حاجة زي الموت مثلا؟ أولا الأقدار مكتوبة والأعمار بيد الله. ثانيا أي تغيير في الماضي حتى لو كان بسيط قادر إنه يغير المستقبل كله. بس المهم إيه اللي حصل لما أنا رجعت؟ في أحد الأفلام السوبر هيروز المشهورة جدا اتقالت جملة ممكن تكون بتعبر عن الحالة دي، وهي The future hasn't been kind to you، بمعنى إن المستقبل لم يكن رحيم بيك. وحاسس إن الجملة دي ممكن تكون أكتر حاجة معبرة عن الحالة دي. قول لي أنت لو مكاني ورجعت إيه اللي ممكن تعمله أو تقوله؟